هل لديكم مخاوف حقيقيه ان انتم فعلا الحزب يتعرض للحظر؟ كلمه مخاوف انا بشيلها من حساباتي تماما، لان انا لو واخد ضمان من حد، لو عندي مخاوف من حاجه يبقى ما ينفعش اشتغل سياسي خالص. لو انا باخد ضمانات من الناس، او ان انا قاعد مستريح قوي عشان مثلا القياده السياسيه تسندني، او العكس ده انا كل شويه انا قلقان من الحل ومن الحظر، انا ما علياش غير ان انا اشتغل، وما علياش غير ان انا راس مالي الحقيقي هو الناس اللي في الشارع، هي اللي بتحكم عليا، هي اللي بعد برنامج زي ده هي اللي هتقول لي وانا ماشي في الشارع لا انت كنت موفق في كده، لا دي كانت غلط، دي ما كانتش واضحه، لا انت دي زغت منها مثلا. ده راس مالي وده الناس اللي بتحكم عليا. المخاوف احنا بنشيلها تماما من قاموسنا، زي بالظبط الضمانات. تقدير موقف، تقديركم للموقف، هل انتم فعلا في طريقكم للحل؟ تقديري للموقف القانوني بناء على التقارير اللي بترفعها اللجنه القانونيه في الحزب ان احنا بعيدون عن الحل تماما. هقول ثيوريتيكالي زي بالشكل النظري اللي بيقوله الكتاب، ان هذا الحزب مستند في قيامه الى مرجعيه الاسلاميه اللي هي موجوده في الدستور. فكرة التمييز الديني فلتثبتها المحكمة أو ليثبتها المدعي أو ليثبتها يعني المشتكي. فيما عدا ذلك أنا متوافق تماما مع الدستور، دستور 2013 وتعديلاته في 2014، بل كنت أحد أعضاء هذه، يعني كان الحزب ممثلا بعضو أساسي واحتياطي في لجنة ال50 اللي عدلته. جميل.